زمن عدى وفات، وذكريات، وناس بسيطة، وعيشة في منتهى البساطة. ما اظنش ان في حد لسه بيخبز غير الناس البسيطة جدا 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 بالطريقة دي. الريف المصري وروايح الزمن الجميل، مخبوزات شيماء والزمن الجميل. تابعوا الفيديو بإذن الله، بإذن الله تنبسطوا جدا. احلى اخوات واحلى ناس في الدنيا، يا رب دايما في هنا وخير وسعاده. شكرا لكل اخواتي وشكرا لكل متابعينا الغاليين اللي بيدخلوا عند ليلى يقولوا لها كلمه حلوه، واللي بيجوا عندي يقولوا لي كلمه حلوه، سواء من مصر او من خارج مصر. ربنا يخليكم لينا، لان انتوا احسن ناس في الدنيا. اعملوا لنا لايك للفيديو وادخلوا عند يوميات ليلى بالريف بنت الريف ويشجعوها، وادخلوا عندي كمان وشجعوني. يلا بينا النهارده هنعمل العيش الشامي في الفرن الفلاحي. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. اول حاجه هنجيب انا معايا كيلو دقيق، تمام، عليه معلقه ملح صغيره اهو، نقلبها كده، وكمان معلقه خميره كبيره. احنا في الحر يعني مش الخميره ما تبقاش كتير اهو، حلوه قوي كده. وكمان معلقه سكر يعني مش اكتر شويه من معلقه سكر، عشان هو عيش شامي. معلقه ونص. نبدا ان احنا نعجن كده. في بقى شويه حليب زي الفل، مفيش شويه حليب خلاص مش مشكله، ماشي، بس هنحتاج شويه زيت صغيرين، معلقتين بس. بصوا كده عجنتها اهو، شويه زيت بس صغيرين اهو، قيمه معلقتين كبار كده. لو في يا جماعه في العيش ده شويه حليب عندكم او شويه رايب حطوه، هيبقى حلو قوي، بيديله طعم جميل كمان. وعلى فكره العيال بيحبوا العيش ده قوي. بصوا العجينه بتاعتي، قربي كده اوريها لهم. بصوا كده عامله ازاي اهي، بصوا. هنسيبها تخمر وبعد كده نرجع نخبزها مع بعض. بصوا بقى العجينه بسم الله ما شاء الله خمرت اهي، تمام. هنقطعها والفرن لسه معانا سخن، لان ليلى كانت بتعمل الرقاق الرقاق الطري دلوقتي عليه اهو. هنبدا نقطع كده يا ليلى، ماشي. بصوا بقى عندي، هم لازم يدخلوا عندك. هم بنهزر ولا بنهزر احنا يا جماعه؟ طريقه الرقاق الطري ده ورانا، ماشي. لا خد تيجي تسويها عندي بقى. بصوا الرقاق الطري اللي ليلى عاملاه اهو، بسم الله ما شاء الله. هتدخلوا وتشوفوه هتدخلوا وتشوفوه عند ليلى. هبدر بقى اللي بدرت كده، بصوا تبديره خفيفه برضه. هنقطع عليها العيش اهو، بس غطوا بحاجه لان الوش بيشقق بينشف. يلا هاتي اللي انت مبططاه كده. بصوا بقى انا ما استنيش بصراحه اما يرتاح، تمام، عشان الفرن اصلا كان شغال، فعاوزين اما قبل ما الفرن يبرد يعني. وليلى كمان بدات تظبطه اهي. برضو كل اللي احنا بنعمله ده ينفع على الطاسه، ينفع، مفيش اي مشاكل خالص، والفرن العادي وفي كل حاجه. احنا بس عاملين لكم القعده الحلوه يعني، عشان احنا بتوع روايح زمان، بتوع الزمن الجميل. خلي بالكم زمان كانوا بيتصرفوا باي حاجه، مش لازم بوتاجاز ولا فرن ولا والله يعني فعلا احنا بنسهل لكم الامور في يعني على قد ما نقدر. هاتي يا جميل. ودايما بنجيب لكم الوصفات اللي تنفع لاي حاجه وعلى قد الايد، واي واحده تقوم تنفذها فورا. هاتي يا شيماء اللي عندك. خدي يا جميل. جبتيهم لي مره واحده دلوقتي، هحطهم لك كلهم على طول اهو. بس كده ما شاء الله. استني، خليكي عندي. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الحلاوه، ايه الجمال ده؟ بصوا، ايه رايكم؟ في تاني؟ استنى. لا استني شويه، ابيض شويه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
نوصل لحد هنا يعمل لنا لايك يا جماعه. بجد يا جماعه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصي يا شوشو الجمال يا شوشو. ده كفايه بس انا كفايه الخير وريحه الخبيث والقعده الحلوه انك تبقي قاعده وتخبزي في الفرن ده حاجه بالنسبه لي انا يعني ممتعه بجد. بصوا يا جماعه هي عايزه تقول لكم عشان هي قاعده معايا. العظيم يا جماعه حاجه تفرح. ولا ريحته بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ كل ده من كيلو وربع دقيق. كيلو وربع دقيق والله العظيم. بصوا بسم الله ما شاء الله. ولسه فاضل كمان رغيفين اهو شايفين. يلا قومي عجيني شويه ونفذي الوصفه دي على طول على طول. واللي ما عندوش فرن يقوم وايه بقى. بص العيش ده بقى جبنه قديمه، جبنه براميلي، جبنه اي حاجه اي حاجه على الجمال والحلاوه. خد يا جميل. بس اتمنى كده تكون الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم، واتمنى كمان تعملوا لنا لايك واللي يقدر يشير لنا الفيديوهات يشيرها. وكمان تدخلوا عند ليلى يوميات ليلى بنت الريف. مش لاقيين مش بتظهر اكتبوا الاسم بتاعها وهاتوها يوميات ليلى بنت الريف. واللي مش بيلاقيها يقول لي يا شيماء هاتي اللينك وانا حطي اللينك مره برضو ان هو وانا اثبت لكم اللينك عندي ما فيش اي مشكله. وربنا يا رب كده يجعل ايامنا كلها خير وسعاده. اعملوا لنا لايك بقى وان شاء الله باذن الله. بصوا الجمال. بصوا يا جماعه تعالوا بصوا العيش ريحته جميله 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 بجد. وشيماء عايزه تسيبني وتسيب الدنيا الحلوه ديت وتسيبني وتمشي. انا لما شفت لها الفيديو بتاع اخر فيديو في البلد اتجننت. ما كانتش تعرف ان انا انزل الفيديو. وعماله المهم ان هي عماله تضحك وتقول انا مستنيه التليفون بتاعك جاي من الصبح. يلا مع السلامه. جميله جميله بجد. وشيماء عايزه تسيبني وتسيب الدنيا الحلوه ديت وتسيبني وتمشي. انا لما شفت لها الفيديو بتاع اخر فيديو في البلد اتجننت. ما كانتش تعرف ان انا انزل الفيديو. وعماله المهم ان هي عماله تضحك وتقول انا مستنيه التليفون بتاعك جاي من الصبح. يلا مع السلامه. بجد يا جماعه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصي يا شوشو الجمال يا شوشو. ما كانتش تعرف ان انا انزل الفيديو. وعماله الدنيا الحلوه ديت وتسيبني وتمشي. انا لما شفت